السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيتابعونا على قناتنا. احنا النهاردة هنشرح الدرس الثاني في الوحدة الثالثة. الدرس ده بيتكلم عن الحرف التراثية. الحرف التراثية يعني ايه حرف تراثية؟ يعني صناعات موجودة منذ القدم وموجودة لحد دلوقتي. الحرف دي اسمها حرف يدوية تراثية، يعني معمولة عن طريق اليد، كلها يعني حاجات يدوية، فبقول عليها حرف يدوية تراثية. تراث يعني موجود من زمان، موجود من القدم وموجود لحد دلوقتي. طب ايه اهم الصناعات التراثية الموجودة عندي في مصر اللي هي موجودة منذ القدم وموجودة دلوقتي؟ زي صناعة الفخار. صناعة الفخار دي من أقدم الصناعات اللي كانت موجودة في عهد المصريين القدماء. والفخار ده اللي احنا بنعمل منه الأواني الفخارية، كلنا عارفين زي الصورة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. فالصناعة الفخار ديت بتصنع منين؟ من الطين. اللي هو الطين ده بيجيبوه منين؟ من نهر النيل اللي احنا بنقول عليه طمي النيل، فبياخدوه ويعملوا منه الفخار. طب الفخار ده بيتركز فين؟ في العديد من القرى المصرية. معظم القرى الموجودة عندي في مصر بتهتم بصناعة طبعا الفخار. طب تاني صناعة عندي صناعة النسيج والسجاد اليدوي. زي ما انتم شايفين الصورة اللي قدامكم ده، ان هم بيعملوا السجاد اليدوي او النسيج عن طريق آلة خشبية اسمها النول اليدوي. النول اليدوي ده بيبدأوا ينسجوا عليها السجاد اليدوي. طب صناعة السجاد اليدوي ده والنسيج من الحرف اللي يعني بتهتم بها منظمة اليونسكو. منظمة اليونسكو ده منظمة عالمية بتهتم بالحرف التراثية، فعلشان كده الحرفة دي موجودة في قائمة التراث العالمي. طب ايه الأهم الخامات اللي بيستخدموها في النسيج والسجاد اليدوي؟ الكتان، القطن، الحرير، الصوف. طب السجاد ده والنسيج ده بيتركزوا فين؟ في قرية اسمها قرية الحرانية في محافظة الجيزة. دي بالنسبة لصناعة النسيج والسجاد اليدوي. والدرس بتاعنا ده درس بسيط جدا، ولازم نركز على كل صناعة موجودة فين، يعني دي أهم حاجة عندي في الدرس، الصناعة دي بتتركز فين. طب يبقى احنا اخدنا اول صناعة اللي هي الفخار، تاني صناعة اللي هي صناعة النسيج والسجاد اليدوي، تالت صناعة اللي هي صناعة الخيامية. صناعة الخيامية دي اللي هو الخيم، اللي هي بتعتبر برضو من الصناعات اليدوية اللي هي بتتعمل عن طريق اليد، اللي هي بنستخدم فيها الإبرة والخيط عشان أعمل بها الخيام. طب صناعة الخيامية دي بتتركز فين؟ بتتركز في شارع مشهور جدا في القاهرة اسمه شارع الخيامية في منطقة الأزهر في القاهرة. دي اللي بيهتم بصناعة الخيامية. طب رابع صناعة عندي وهي صناعة الزجاج. وطبعا صناعة الزجاج دي من الصناعات القديمة اللي كانت موجودة من أيام المصريين القدماء، واحنا كلنا عارفين ان الزجاج كان بيصنع منين؟ من الرمال، وخاصة من رمال الصحراء البيضاء. طب بيتركز فين صناعة الزجاج؟ صناعة الزجاج بيتركز في قرية اسمها قرية جراح في محافظة الدقهلية. زي ما قلت لكم أماكن التركز دي مهمة جدا في الدرس ده. يبقى احنا أخدنا أول حاجة صناعة الفخار، كده خلصنا الصناعات. احنا عندنا 4 صناعات. صناعة الفخار بيتركز في القرى المصرية، صناعة النسيج والسجاد اليدوي بيتركز في قرية الحرانية في محافظة الجيزة. ثالث حاجة صناعة الخيامية في شارع الخيامية في منطقة الأزهر في القاهرة. رابع حاجة صناعة الزجاج في قرية جراح في محافظة الدقهلية. كده خلصنا انواع الحرف والصناعات التراثيه الموجوده في مصر، اللي موجوده منذ القدم وما زالت موجوده لحد دلوقتي. طب احنا بعد كده بقى هنتكلم عن التراث ده او الحرف التراثيه دي، ايه اهميتها؟ ايه اهميه الحرف الموجوده عندي في مصر؟ طبعا الحرف التراثيه ديت لها اهميه كبيره جدا، ان هي اول حاجه بدات توفر ليا فرص عمل للشباب. يبقى ما يجي يقول لك ايه اهميه الحرف التراثيه؟ وفرت لي فرص عمل للشباب، الناس اللي هي مش لاقيه شغل، ان بداوا كل واحد عنده حرفه بيعرف يعملها، ان هو يبدا يعمل الحرفه دي ويبدا يشتغل. فعلشان كده بدا يعني تحدي من مشكله البطاله. البطاله دي يعني الناس اللي مش لاقيه شغل، ما عادش عندي بطاله زي الاول. طب بدا بقى كل يعني الشباب بداوا يشتغلوا، بداوا يعملوا الحرف التراثيه دي، فبدا الاقتصاد المصري بتاعنا يزيد. يبقى اول حاجه من اهميه الحرف التراثيه دعم الاقتصاد المصري. احنا بدانا ندعم الاقتصاد بتاعنا من خلال احنا بدانا وفرنا فرص عمل للشباب علشان نقضي على مشكله البطاله. تاني حاجه من الحرف التراثيه دي انها دعم السياحه، ان السياح بيجوا عندنا مصر علشان يشتروا المنتجات بتاعتنا دي اللي هي الحرف التراثيه، فبدات تزود عندي السياحه، ولما السياحه تزيد الاقتصاد بتاع مصر هيزيد.
طب تالت حاجة حماية البيئة. ازاي حماية البيئة؟ زي ما انا خدت قبل كده في الدرس اللي احنا ان احنا المخلفات اللي هي موجودة عندي في البيئة، اي مخلفات موجودة في البيئة انا شايفها مش مهمة وبروح ارميها وكده، لا، انا باخد المخلفات ديت وبعمل منها حرف حرف يدويه، حاجات مشغولات يدويه، بدل ما اتخلص من المخلفات دي، لا، ده انا استفاد منها، اللي احنا قلنا اعاده تدوير المخلفات، واخدينها في الدرس اللي قبل كده. وطبعا اعاده تدوير المخلفات ده بيحافظ لي على البيئه، فعلشان كده انا بحمي البيئه لما بستخدم المخلفات دي وبعمل منها حرف يدويه زي صناعه الحلي. يبقى دي أهمية الحرف التراثية. يبقى اجي أقول لك ما هي أهمية الحرف التراثية؟ 1. دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل للشباب. تاني حاجة دعم السياحة، عشان كده السياح بيجوا بيشتروا من عندنا المنتجات اللي هي الحرف التراثية. تالت حاجة عندي حماية البيئة باستخدام بعض المخلفات اللي هي موجودة عندي في البيئة واصنع منها بعض الحرف اليدوية. اخر جزء عندي في الدرس طبعا احنا عندنا حرف يدويه كتير في مصر، فالدوله بتهتم باي حد يعني بيعرف يعمل الحرف دي. ايه بقى دور الدولة؟ يجي يقول لك ما مظاهر اهتمام الدولة باحياء الحرف التراثية. عملت ايه الدولة عشان تهتم بالحرف التراثية؟ اول حاجة رعاية مصالح العمال، بدأت تهتم بيهم، عملت برامج تدريبية بتدرب العمال، الناس اللي عندها يعني بتعرف تعمل الحاجات دي أو مش بتعرف تعملها بدأت تعلمهم بعض الحرف. تالت حاجة تسويق المنتجات من خلال المهرجانات والاحتفالات، إن واحد مثلا عمل منتج أو أي حاجة نسوقه إزاي يعرف يبيعه. طب وعملت لنا معرض مشهور جدا، دي جزء مهم جدا في الدرس بتاعنا، معرض تراثنا. معرض تراثنا ده معرض خاص بالحرف اليدوية. المعرض ده موجود في محافظة القاهرة، اتعمل 2020. المعرض ده بيهتم بأي حد عنده أي حرفة بيعرف يعملها، بيجي يعرض المنتجات بتاعته في المعرض ده وتبدأ الناس تشتريها. طب عملت كمان مدن متخصصة لبعض الصناعات، زي مدينة مشهورة جدا اسمها مدينة الجلود في الروبيكي. دي بالنسبة لمظاهر اهتمام الدولة بإحياء الحرف التراثية. درسنا النهاردة درس سهل، جميل، سهل خالص وجميل ومفيش في أي مشكلة. الدرس ده زي ما قلت لكم بيتكلم عن الحرف التراثية، أخدنا فيه 4 حرف أو 4 صناعات: الفخار، النسيج، الخيامية، الزجاج. اتكلمنا كمان عن أهمية الحرف التراثية، أخدنا كمان دور الدولة في إحياء الحرف التراثية. درسنا كده خلص، انتظرونا إن شاء الله في الدرس القادم. وطبعا ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ننزل لكم الدروس الجاية ان شاء الله. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.